النهارده بقى جايه لكم بروتين قوي وفاخر من الاخر يا معلم. النهارده بقى الشيف برهومه هيقدم معاكم مشروعين احلى من بعض للناس حبايبي واخواتي اللي طلبوا مني. يا ام زياد احنا عايزين مشاريع من البيت بس بشرط، ولا عايزين ننزل ولا نخرج ولا نتعب ولا نيجي اخر الليل مكسرين ولا تعبانين ولا بص ولا الكلام ده كله. لا، هتقعدي في قلب بيتك وهتراعي مشعورك وهتراعي مشروعك مش مشعورك، مشروعك يعني. وهتعملي كل حاجة من بيتك. لا، وهتدخلي فلوس. البوك او المحفظة بتاعتك مش هتخلى من الفلوس، فلوس خاصة بيكي انتي، خاصة بيكي انتي، خارج مصروف البيت اللي جوزك بيديهولك. مش عايزاكي بقى تيجي تقولي الفلوس مقصرة معايا، الفلوس خلصت معايا من نص الشهر، جوزي اداني المرتب وخلص ومش عارفة اجيب يا ام زاد، والبيت ناقص حاجات واحتياجات والعيال عايزين وطلبات البيت. انسي 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 الكلام ده كله. انا جايبالك بقى مشاريع من البيت اقسم بالله هتزود الدخل وتساعدك على ظروف المعيشة الصعبة، ومش هتتحرمي من حاجة، هتحوشي وهتوفري والفلوس هتجري في ايدك كمان. لا، وعايزة اقولك كمان هتلبسي الذهب ومش هتتحرمي من اي حاجة، ولا هتنزلي تشتغل عند حد، ولا هتتذلي عند حد، ولا حد يمرمط فيكي، ولا حد يزعلك، ولا حد يجرحك بكلمة ولا اي حاجة. المشروع تحت اخراج انتي وبس. بص، قصتك وروايتك وتأليفك واخراجك انت وبس، يعني انت اللي مسيطرة على المشروع كله بإذن الله، وانت وبركة ربنا وشطارتك يا قمر انت وهي. ولحقي بقى على الطلبات ولحقي على الزباين بقى اللي بصي مش هتقدري تسد عليهم بإذن الله. خليكي شاطرة وخدي الفكرة من ام زياد واجري تاني يوم وخططي. انا عايزة البوك بتاعك دايما يفضل عمران فلوس، عايزاكي تلبسي دهب، ويلا ابتدي مع ام زياد زي ما ام زياد ابتدت كده بإذن الله. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هتكلم عن مشروع في اول الفيديو ومشروع في اخر الفيديو، فما فيش واحدة تخرج من نص الفيديو او من 3/4 الفيديو وتقول لي يا ام زيد احنا ما فهمناش حاجة واشرحي لنا وانت ما قلتيش وانت ما فسرتيش. لا، هفسر لك كل حاجة واقول لك كل حاجة، بس خليكي في الفيديو لاخر دقيقة. تمام كده؟ عايزاكم بس تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزاكم تخشوا على الفيديو كده بقلب جامد وبراحه نفسيه. ربنا يجعل حياتكم كلها خير وهنا وسعاده، ويشفي مرضاكم، يفك كربكم ويصلح حالكم، يبارك لكم في عيالكم. ربنا يبعد عنكم الشر يا رب ويكفيكم شر فواجع الاقدار، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه انتم وهنا اختي وكل مشتاق يا رب. اللهم امين. ربنا حبايبي يكفيكم شر الامراض وشر البلاوي وشر المستخبي، واسترها معاكم ويهدلكم ازواجكم ويهدي نفوسكم يا رب. اللهم امين. انا وانتم يا رب. يبعد عنكم شر عيون الناس الحاقدين يا رب. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده جبار يا ولاد، ومنعش ومنتعش كده، وفي شغل كتير وفي شويه حبشتكنات كده، وفي افكار بقى ان شاء الله باذن الله للمشاريع اللي هتخليكي مسطوره مسطوره باذن الله، ومنتش ناعيه هم القرش خالص. جوزك بقى اداكي فلوس والفلوس دي خستعت معاكي، قصرت معاكي من نص الشهر، من 3/4 الشهر، مش مشكله. جوزي هيقصر وانا ان شاء الله هطور رقبته. باذن الله. جوزي مقصر معايا في عبايه هجيب لنفسي، جوزي مقصر معايا في طقم حلو نفسي اجيبه هجيبه لنفسي، نفسي اجيب بقى ملايه على العيد كده تكون نظيفه، نفسي اجيب ستاره كده جديده على العيد تغير شكل البيت كده وتجدد من نفسيتي ومن معنويتي كده. عايزه اجيب سجاده بقى لاوضه السفره شيك كده عشان لما يجي لي ضيوف يبقى عندي سجاده تفتح النفس كده، ويبقى ليا نفسي ان انا انضف الشقه وافرش فرش جديد على العيد وتنوري حياتك بالحب والخير. عايزه اقول لكم ان احنا كل الستات يا جماعه بنحب قوي الفرش والستاير والتجديد، احنا بنعشق الحاجات، بنموت في الحاجات دي. وبالذات بقى لو عندك مناسبه داخل عليكي، مناسبه عيد رمضان، داخل فصل الشتاء فصل الصيف، فاللي هو دايما بنحب نعمل تغيير في الشقة كده عشان نحس ان احنا فعلا داخلين على مكان جديد او قاعدين في شقة جديدة. انتوا فاهمين الحاجات دي؟ ممكن اي لمسة بسيطة تجددها في الشقة كده بس بترفع من نفسيتك وبتفرحك بشقتك. صح يا جماعة؟ اكيد كلنا كده. طيب ده كله هيتعمل ازاي؟ اكيد بالفلوس.
طيب وعشان اعتمد على قرش جوزي ممكن اعمل بس على فترة طويلة شوية، لكن انا عايزة قرش خاص بيا انا، محدش يتحكم فيه. ما اجيش اقول لجوزي انا عايزة فلوس اجيب بها الحاجة الفلانية، جوزي يقول لي اصبر لما يبقى معايا. صرفي نفسك، مشي نفسك، قضي نفسك. لا، انا عايزة افرح نفسي دلوقتي، انا عايزة افرح، عايزة اعيش، عايزة انبسط، عايزة اجدد في شقتي، عايزة احس ان انا عروسة كل يوم، حتى لو عندي 60 سنة عايزة احس ان انا عروسة. طب اعمل ازاي؟ طيب انا واحدة عندي اطفال، لا بقدر انزل ولا بروح ولا باجي، جوزي غيور، انا ست كبيرة في السن، رجليا تعبانة، صحتي تعبانة، بس نفسي يكون معايا فلوس، لان فلوس جوزي مقصرة معايا، العيشة صعبة والدنيا غالية، والله يكون في عونهم برضو. ده كله مش هينفع الا اذا عملتي مشروع من البيت، وانا جبتلك مشاريع من البيت تعمليها، ولا تنزلي ولا تطلعي ولا اي حاجة. بصي بقى يا ست الكل، اول مشروع معانا، شفت انت في اول الفيديو انا كنت بحضر فطار معاكم، عايزه اقول لكم السردين اللي انتوا شايفيني بوضبه ده ما تقوليش عليه سردين، قولي عليه فسيخ، قولي عليه فسيخ للي بيحب الفسيخ، انا ما بحبش الفسيخ عامه يعني. صلوا على النبي، حطوا لايك، ربنا يصلح حالكم. طيب زي ما انتوا شايفين كده، قليت البيض ماشي، وقطعت سردين وقطعت خيار ووضبت الفطار زي ما انتوا شايفين كده. سيبكم بقى من الحاجات اللي انا عملتها كلكم عارفينها، لكن تعالي بقى للسردين اللي هو زي الفسيخ ده. ده مشروع يا جماعة مش مكلف خالص. السردين ده تمنه كام؟ 70 جنيه، واوقات بيتباع ب65 جنيه، ب65 جنيه. انت ممكن مثلا تجيبي لك 3 كيلو او 4 كيلو، لو قلنا الكيلو ب70 جنيه، ال2 كيلو مثلا ب140، ال4 كيلو ب140 و140 280 جنيه. 4 هاتي 5 كيلو مثلا، هاتي 5 كيلو او 4 كيلو، وابدأي اعملي منهم شوية سردين محدق زي ما انا عملت. كل اللي انت هتعمليه هتجيبي السردين، هتشطفيه وتحطيه في مصفى تصفيه ماشي، وبعد كده هتجيبي شوية ملح وشوية شطة وتحدقيه في نخاشيشه اللي هو في دماغه، يعني تفتحي دماغه كده وتحطي الملح والشطة في قلبه، وتقومي جايه رشه على جسمه كله. بعد ما ترصيه بقى في علبه طويله كده، ترصي السمك وتقومي جايه عايصه جسمه كله ملح وشطه، وحط عليه ندعه زيت. ما تحطيش ليمون بقى لما السردين يطلع يعني وهتاكلي منه. وتقومي جايه حاطاه في قلب كيس ماشي، تعبيه في قلب كيس وتحطيه في العلبه او البرطمان بتاعك، وتحطي عليه طوبه تقيله فوق الكيس، وتقفلي العلبه خالص وتحطيها ليله بره، وتاني يوم ليله بره ماشي، وبعدين تاني يوم تبداي تحطيه في التلاجة. كلي بقى يعني هتاكلي منه بعدها ب3 ايام، 3 ايام هتاكلي احلى سردين عاملاه من ايدك. انت مثلا جايبه الكيلو ب70 جنيه، ما كلفكيش حاجه، انت جايبه 70 جنيه بقى حاطيله حبه ملح وحبه شطه. تخيلي بقى هتبيعي كيلو السردين ده بكام؟ انت ممكن تبيعيه ب120، ب130 جنيه. يعني ايه 130 جنيه؟ يعني انت كاسبه في الكيلو بس 60 جنيه. خليكي رحيمه شويه وبيعيه مثلا ب120 جنيه، يعني انت كاسبه في الكيلو 50 جنيه وانت ما عملتيش حاجه. طيب 50 جنيه في الكيلو، في ال4 كيلو 200 جنيه في 3 ايام بس. في 3 ايام انت بتكسبي 200 جنيه من 4 كيلو سردين. طيب لو انت بقى الموضوع اشتغل معاكي وبقى 100 وانا اضمن لك ان هو يشتغل معاكي، لان في ناس كتير يا جماعة ما بتعرفش تحدق، ملهاش في التحديق، بس عايزة تجيب حاجة جاهزة وخلاص. او ممكن تكون الناس بتحب يعني بتحب الحوادق، بس مش عايزه تكلف نفسها وتروح تحدق بقى ومش عارف ايه ويطلع يبوظ منها والكلام ده. في ناس كتير بتستسهل يا جماعه، بتحب تشتري جاهز. فانت بقى اعملي الخطوه دي، ابدأي بقى عرفي جيرانك، ابدأي عرفي، خلي عيالك ينشروا الخبر في المدرسه، في الدروس، في النوادي. في ناس كتير، ملايين الناس يا جماعه، تقريبا الشعب المصري كله بيموت في الحوادق. ويا سلام لو انت بقى اتشطرت شويه وعملت الفسيخ بيغيب شويه، بس مش مشكله، اجيب 3 كيلو مثلا سمك من بتاع الفسيخ، واجيب 3 كيلو سردين من ده، وحدق. انت مرة في مرة هتلاقي نفسك ايدك شغالة وتعلمت المهنة، وابتديت ان انت بصي والله العظيم الموضوع ده هيعدي معاكي. مفيش حد ما بيحبش الحوادق. انت عارفة يعني ايه لما جيبي ما كانش جيبي ولا بوكي ما كانش بيخشله تعريفة، لا
من شطارتي وبركة ربنا وحاجات بسيطة في البيت دخلت جيبي كل 3 ايام 200 جنيه. ده في 4 كيلو، انا بقول لك 200 جنيه في 4 كيلو. انت ممكن تبيعي اغلى من كده، بس انت عشان السوق يمشي معاكي والدنيا تحلو ويجيلك زباين كتير رخصي عن بره. لو بره بيبيع ب 130، لا ابيع انا ب 120 او ب 115. هتبيعي اكتر وهتتعرفي بسرعه والناس هتحبك. ولما تجرب اكلك ولا سردينك ولا فسيخك ويلاقوا طعمه حلو، لا ويلاقوا شطارتك ونظافتك والحاجه نظيفه ومغلفه وحلوه، لا هيحبوك وهيعشقوك وهياخدوا منك. يبقى هتخلي عيالك ينشروا الخبر في مثلا في الدروس، في المدرسه، في النادي، في الاماكن اللي انتوا بتروحوها ديت. انت في السوق مثلا عرفي حبايبك، عرفي الناس اللي انت بتشتري منها، عرفي قرايبك، عرفي. ممكن كمان على فكره تعملي اعلانات على الفيسبوك. ماشي، يعني انت مثلا عندك الفيسبوك، نزلي على الفيسبوك الصوره والصوره شكلها حلو يا مغلفه، والسردين بتاعك والحاجات الحلوه بتاعتك دي. وبرده نزلي على الواتس، برده على حالات على الواتس كده ممكن تنزلي، بحيث ان انت تتعرفي اكتر واسرع. الفيس هيشارك اكتر على فكره. واحده واحده الموضوع هيمشي معاكي. وقولي يا رب، ما تقوليش بقى مش هتعرف، مش هبيع، لا ده انا هخسر، لا سيبيها على الله، سيبيها على الله. طيب، في مشروع تاني برضو هنتكلم فيه. المشروع الحوادق ده ناجح يا جماعة، ما بيخسرش. وهقول لك على حاجة، انت لو عملتي واول اسبوع مثلا الموضوع صعب ولسه ما تعرفتيش قوي، انت تخلي السردين في التلاجة وهتاكلي منه. يا ستي اعزمي حبايبك، اعزمي اصحابك، دوقيهم السردين بتاعك وقولهم دوت انا بعمله، انا جبت طريقه من مثلا بتاع فسيخ نظيف، من بتاع سردين، وجبت الطريقه وهعمله، خدوا دوقوا كده، وانا ان شاء الله باذن الله هشتغل فيه وباشتروا مني، وانا هبيع ارخص من اي حد. والناس ما بتصدق انها تلاقي حد بيبيع ارخص ب5 جنيه. شوفي بقى لما كل 3 ايام داخل جيبك من 4 كيلو سردين بس 200 جنيه، يعني انت كل 3 ايام 200 جنيه، انت عملتي مبلغ طول الشهر. لا ده الكلام دوت لما لما انت جايبه كميه بسيطه. طب لو زودت الكميه شويه، انت ممكن يخش لك كل 3 ايام 500 جنيه، 700 جنيه، 1000 جنيه. ممكن هوبا تضرب معاكي تلاقي نفسك بيخش لك الافات كل اسبوع. والله يا جماعه ما في حاجه بعيده عن ربنا. ما تقوليش يا ام زاد انت بتافوري، انا اعرف ناس يا جماعه اشتغلت في الحوادق، في كل الحوادق بقى، سردين كبير وسردين صغير ورنجه وفسيخ، وعملت بقى ملوحة وعملت البطارخ واشتغلت في الكلام ده كله. يعني ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. انتوا عارفين المكة بتاعت الفسيخ عملت ايه وراحت فين دلوقتي؟ وصلت يا جماعة. فانت ما تستقلش بنفسك تقولي ايه اللي هيوصلني لام مكة، لا انت ممكن توصلي وتبقى اكبر منها كمان، وممكن تبقى اشطر واحدة بتاعت فسيخ وسردين لو نفسك حلو. حتى لو هقولك على حاجة، لو مش نفسك حلو، لو انت مالكيش في الحوادق خالص، انت جيبي الطريقة من على النت، جيبي الطريقة عن الناجحة على النت بتاعت اكبر ناس بتوع فسيخ، كل حاجة هتلاقيها على النت ما خلاش. وجيبي الطرق واعملي يا حبيبة قلبي، انت مش صغيرة. جربي في كيلو ليكي، جربي في نص كيلو ليكي، وبعدين اتعلمي المهنة واعملي. مفيش حد بيطلع السلم مرة واحدة. هتبص تلاقي نفسك بوكك مليان فلوس، مش هتحتاجي لحد، مش هتستلفي من حد. داخل عليكي دخلة عيد ولا كسوة شتاء ولا كسوة صيف، جوزك قصر معاكي، انت هتسدي، انت هتقفي معاكي فلوس، الدنيا تمام، هتجيبي لنفسك اللي انت عايزاه. ممكن احوش واجيب لي دبلة دهب، ممكن اجيب لي خاتم ينفعوني في الظروف بعد كده لو ضاقت عليا. انا ست كبيرة في السن، مش قادره انزل ولا اطلع، وتعبت وزهقانه وملانه من القعده طول النهار. طب ما انا ممكن اعمل حاجات زي كده واتعرف على حبايبي على الفيس ونتكلم مع بعض، وابقى صاحبه بقى، يعني ابقى صاحبه محل كبير بتاع فسيخ وسردين، ممكن يجولي في البيت، يعني ممكن يعرفوني في البيت ويجولي. والله ما في حاجه صعبه يا جماعه. بصراحه انا حدقت السردين، تحسي ان انت بتاكلي فسيخ، فسيخ يا جماعه. طيب بتعملي ايه هنا يا ام الزوز؟ هشرح لكم بقى، عشان لسه في مشروع تاني هنتكلم فيه اخر الفيديو. ماشي، لكل ست. الست اللي ما بتعرفش تعمله خالص هتعمله باذن الله. طيب هنا بقى بعد ما عملت الغدا، انا عملت لولادي اجنحه بالفيجيتار، سهله وبسيطه خالص. انت بتسلقيها عادي زي ما بتسلقي الفراخ او اي حاجه، ببصل وطماطمايه وقرن فلفل والتوابل الجميله بتاعتك، نص سلقه. وبعد كده بطلعها عصها في الفيجيتار واقليها. وعملت الملوخيه اللي انا مفرزاها من الفريزر، اقسم بالله خضره وزي السكر. جربي طريقتي في الملوخيه، ان انت تحطيها زي ما هي كده اهوت، ما تخرطهاش ولا اي حاجه. لا بصراحه الطريقه ناجحه وعجبتني والله العظيم. وان شاء الله هجيب كميه تاني وهخزنها باذن الله، لان اللي عندي قربت تخلص، انا استهلكت منها كتير بصراحه. فانا عايزه اخزن شويه بحيث انها تقعد عندي يعني فتره الشتاء باذن الله.
ماشي. طيب هنا بقى بعمل ايه؟ بعمل شويه رز بلبن. حطيت شويه رز كده، طيبتهم في الميه، يعني قد يعني معلقتين رز كده، طيبتهم في الميه. ماشي. وبعد كده لما طابوا رحت مزوده اللبن وحطيت السكر بقى، تحط السكر اللي انت عايزاه. وبعدين تتنكي بقى تقلبي تقلبي عشان خاطر ايه؟ اللبن ما يكلكعش لحد ما يغلي غلوتين كده، وتقومي جايه جايبه معلقتين نشا مدوباهم في الميه، وتقومي جايه ايه؟ ضيفاهم على اللبن. تتنكي تقلبي 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 عشان ما تكلكعش. وقبل ما تطفي تيجي ضايفه كيسين فانيليا. انا عملت 2 كيلو لبن، تضيفي بقى كيسين فانيليا اول لما تيجي تطفي، وتصبيه في الاطباق كده، وترشي بقى على وشه بقى شويه اللهم صل على النبي جوز الهند وزبيب، وتسيبيه يبرد شويه وتدخليه التلاجة. هتاكلي احلى بقى. يعني بصي، احلى طبق رز بلبن بالمكسرات زي ما انت شايفه كده، لا ملوش حل بصراحه. اعملي وفرحي اولادك. وعايزه اقول لك ان انت دايما لما يكون في ايدك الفلوس ومعاكي مكسب وفلوس من حر مالك، انت مش هتخلي ولادك محتاجين لاي حاجه، مش هتخليهم نفسهم في حاجه. تمام كده. طيب المشروع بقى التاني اللي هنتكلم، انا عملت الغدا رز وشويه ملوخيه خضراء من البيت. كل اللي كلفنا بس ان انا جبت كيلو جناحه ب70 جنيه، والملوخيه من البيت والرز من البيت. كل ده انا جبت كيلو جناحه. الست الشاطره يا جماعه اللي تعرف توفر وتدبر وتمشي امور بيتها من غير ما تصرف كتير، من غير ما تكلف نفسها ولا تكلف جوزها، ومن غير ما تحرم عيالها في نفس الوقت. والله يا جماعه زي ما بقول لكم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. المشروع التاني بقى اللي انا بقول لكم اصبروا لاخر فيديو، هو مشروع الكتاكيت البيضه ده. الكتاكيت البيضه ما فيش ست يا جماعه ما بتعرفش تربي. انت لو ما عندكيش، بصي، عندك خزانه صغننه تحت السلم، عندك السطح بتاعك، عارفه المطبخ بتاعك، لو عندك حته تحت الحوض كده اهو، ممكن تجيبي لك فيها كرتونه وتحطي لك مثلا شويه كتاكيت في قلبها كده اهو. والكتاكيت دي انتوا عارفين انا لا بجيب لها دواء ولا اي حاجه، انا بستقبلها اول يوم على معلقه سكر. ماشي. بعد كده اهم حاجه تنضفي الفرشه تحت الكتاكيت. عايزه اقول لك ان الكتاكيت دي لو انت جبتيهم عمر يوم وبعتيهم عمر 10 ايام هتكسبي فيهم كويس قوي، لان ال10 ايام دول هم ما بياكلوش حاجه. انا جايبه 50 كتكوت، ال50 كتكوت دمت انا جايباهم ب1150 جنيه. جبت لهم، ما جبتش شكارة عليه، لان ان شاء الله هبيع منهم عمر 10 ايام. ممكن اخلي 10 للبيت لاكل البيت، وابيع ال40 كتكوت عمر 10 ايام. ان شاء الله المكسب مريح. يبقى لو كل 10 ايام لو جبت لي 50 كتكوت وطلع لي فيهم مثلا مكسب 500 600 جنيه 700 جنيه، يا باشا يا باشا ادي مكسب برضو، وانت قاعده في بيتك في مكان صغنن قد كده هتجيبي فراخ وهتربي. ده المشروع التاني اللي بقول لكم عليه. المشروع الفراخ البيضة سريع ما بيقعدش كتير، ولو انت حابه تبيعوهم على السكينه برضو ما فيش مشكله، خليهم عندك. نضفي المكان، شغلي لمبه حمراء عشان تدفي المكان كويس، وهتطلعي احلى فراخ بيضة. ممكن بقى تبيعي منها لحبايبك وجيرانك واصحابك والكلام ده كله. وان شاء الله باذن الله بوكك مش هيخلى من الفلوس. واحده هتيجي تقول لي يا ام زياد، طب انا ما بعرفش اربي، طب انا ما عنديش مكان، طب انا خايفه الفراخ تموت مني، طب انا خايفه يجرى لهم مش عارفه ايه. لو انت دايما حطيت على لسانك كلمه انا خايفه انا خايفه مش هعرف انا خايفه مش هعرف، هتنيكي طول عمرك. ما تزعليش مني فاشله، ومش هتعرفي تعملي حاجه، ولا تعرفي تدخلي قرش، ولا هيبقى معاكي فلوس، ولا هتجيبي اللي نفسك فيه، وهتنيكي طول عمرك بوكك فاضي وما انتش عارفه تعملي اي حاجه في حياتك، غير انك بس عماله قاعده على التليفون طول النهار، عماله ايه؟ تتفرجي على ده شويه وتسيبي ده شويه وتعملي ده شويه، قاعده فاضيه ما بتعمليش اي حاجه. اكسبي وقتك يا حبيبه قلبي. عايزه اقول لك ان الفراخ ده اصلا لو انت ست ما بتخرجيش من البيت وقاعده زهقانه وملانه في البيت، الفراخ دي والله بتسليك. انت بتقعدي تتكلمي معاهم، بتقعدي تبصي عليهم، تواليهم، تراعيهم، وفي نفس الوقت حاجه بتدخلك فلوس. يا ستي لو انت خايفه تقعدي الفراخ عندك لمده 40 يوم تبيعي منهم، بيعيهم لمده 10 ايام زي ما انا هعمل كده. انا برضو لو عايزه اخليهم ابيعهم على السكينه مفيش اي مشكله. خزانه صغننه، جيبي كرتونه، جيبي قفص من عند بتاع الموتوسيكلات، بيبيعوا الصناديق بتاعه الموتوسيكلات دي، جيبيها حطها في المطبخ، حطها عندك في المنور. اهم حاجه يكون مكان امن، مفيش حاجه تخش له لا عرسه ولا فار ولا الكلام ده. حط الفراخ اول يوم استقبليهم على معلقه سكر او محلول او اسمه ايه ده، محلول جفاف دوت، ولا او محلول جفاف. اول يوم انا بستخدمه بستقبله على معلقه سكر،
ومفيش اي مشكله. وفرشي تحتهم بقى نشاره او تبن المتاح عندك، وتجيبي لهم جير مطفي، وتكوني مطهره المكان اهم حاجه. وهتفضلي بقى مشغل، اهم حاجه تشغلهم لمبه حمراء، لان احنا بقينا في الساقعه دلوقتي. اهم حاجه تشغل لمبه حمراء، لان لازم تدفي الفراخ. اهم حاجه درجه الحراره عند الفراخ تكون مظبوطه. لو انت عايزه تبتدي، ابتدي معايا بقى من دلوقتي زي ما انا ابتديت كده. دمت ان شاء الله انا جايبه 50 كتكوت زي ما بقول لك، فان شاء الله هبيع منهم على 10 ايام، وان شاء الله فيهم مكسب مريح وكويس جدا. فانت استخدمي نفسك، يعني حاولي شغلي دماغك في اي مشروع، ان شاء الله هيجيب لك فلوس. بس ما تخافيش، الخوف مش هيخليكي تعملي، لان اللي بيخاف عمره ما هيطلع خطوه لقدام. فانت صلي على النبي واذكري الله. والله مشروع الفراخ البيضه ده جميل. انا اعرف ناس كتير يا جماعه عملت من الفراخ البيضه دي مشاريع، بدات ب20 كتكوت، وبعدين خلتهم 50، وخلتهم 100، وخلتهم 200، لحد ما عملت عنبر ما شاء الله، بقت تجيب فيه فراخ وبقت توزع على حبايبها، والتجار بياخدوا منها، ومحلات الفراخ بياخدوا منها، والسريحه بياخدوا منها. بقت تجيب اشي مثلا تبيعه على 10 ايام، تخلي مثلا تجيب كتاكيت مثلا تبيعها على 10 ايام، وتجيب كتاكيت تكبرها تبيعها مثلا على السكينه. بدات انها تشغل نفسها من 20 كتكوت. تعالوا شوفوها دلوقتي تلاقوها لابسه الدهب من هنا لهنا. بيتها ما شاء الله جددت بيتها وكبرته وظبطت، وما شاء الله الفلوس ما بتخلاش من ايديها. اللهم بارك وزيد وبارك. فانت لو عايزه تعملي اي حاجه وانت قاعده في البيت، لان في ناس صعبانه عليا بتقولي والله يا ام زياد احنا نفسنا نشتغل من البيت، بس ما ننزلش، معانا اطفال، معانا عيال، جوزي غيران، جوزي مش عايز ننزل، بأثر في واجباتي من البيت لو نزلت ورحت الشغل وكده. فانت اشتغلي من بيتك، والله انت ممكن تكسبي احلى فلوس وانت قاعده في بيتك. جربي كده. انا اتكلت على الله وصليت على النبي ورحت جبت ال50 كتكوت دهمت. انت مش عايزه تجيبي 50، هاتي 20، هاتي 30، هاتي 25. مع ان 50 مش كتير، انا لا بقول لك 100 ولا 200، انا بقول لك ابدأي في 50. ممكن مثلا لو انت حابه او تخليك مثلا 5 للبيت للشهر بتاعك، وتبيعي ال45، هيطلع لك فيهم مكسب كويس قوي. احنا عندنا هنا الكتاكيت غليت بصراحه. الكتكوت ب23 جنيه، بيتباع سن 10 ايام متربي كده، سن 10 ايام بيتباع ب40 جنيه. يعني انت كسبتي في كتكوت واحد، شوفي بقى 23 و40 جنيه يعني 17 جنيه، صح؟ 17 جنيه في 10 ايام في كتكوت واحد. شوفي بقى 17 جنيه اضربيهم في 50 كتكوت، انت كسبتي كام؟ وعلى فكرة اللي هتقولي بياكلوا عليه ل10 ايام ما بياكلوش حاجة. يعني انت لو بعتيهم لمدة 10 ايام انت كسبانة مبلغ محترم يعني. لان الكتاكيت في 10 ايام ما بتاكلش. الكتاكيت بتبدأ تاكل امتى وتنسرع على الاكل امتى؟ من اول 15 يوم. من اول 15 يوم لغاية ما يدبحهم، كفيهم عليقة بقى، كفيهم عليقة. وربنا يرزقني ويرزقكم جميعا ويسترها معانا.